عشاق المتعة والإثارة يجمعوا هنا. عندنا أخبار مثيرة جدا، مثيرة للجدل ومثيرة لحاجات كتيرة جدا. هنبتدي النهاردة بطبعا مشكلة يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، وعندنا كمان قائمة منتخب مصر التاني اللي هيشارك في كأس العرب إن شاء الله بإذن الله. وهناخد كده نبذة عن قائمة تونس والمغرب، وكمان معانا قرعة الملحق بتاع كأس العالم، في اتنين ملحق أوروبي وملحق عالمي. القرعة اتعملت امبارح، فهنشوف كده. نبتدي النهاردة بأول حاجة معانا، وهي الحوار بتاع يحيى أبو الفتوح. يعني أنا بصراحة معرفوش، أول مرة أسمع عنه يحيى أبو الفتوح ده، بس يعني واضح إن هو واحد زملكاوي أو شخص زملكاوي. كان في زي مؤتمر صحفي، او كان خارج من مقابلة او اجتماع، وفي صحفيين بيسألوه او كده عن البنك المركزي وعن حاجات في الاقتصاد. ففي واحد صحفي تقريبا عارف ان هو زملكاوي، وطبعا كلهم كانوا واقفين وبيسجلوا عادي، يعني هو عارف ان في تسجيل بيتسجل. فكان في واحد بيسأله صحفي، بيقول له: هو ليه كل المسؤولين في البنك يعني او في البنوك معظمهم زملكاوية؟ قال له: ما دي حاجة كويسة جدا، وعلشان كده البنوك ناجحة. وبعدين مش انتوا بتقولوا التعليم بايظ؟ اهو التعليم البايظ ده طلع أهلوية كتير. تصريح اولا، يعني هو لا يمت بأي صلة بأن دي مثلا واحد ينفع يكون مسؤول يصدر منه تصريح زي ده. ده واحد قاعد على قهوة بيهزر، بيستخف دمه، بيستظرف، فاكر ان هو مثلا دي كده بيحفل على اصحابه. ملهاش علاقة خالص بانها تصريحات مسؤولة. هي خارجة في اطار، يعني انا كنت فاكرة ان هو قاعد مع صحابه، وقلت لا ده عادي، يعني واحد بيحفل مع صحابه قاعدين في قعده صفا بتاع، وحد سجل له من وراه او غصب عنه. انما لا، انا شفت الفيديو لقيت ده فيه صحفيين كتير واقفين، وكلهم واقفين وبيسجلوا وبيسالوه عادي جدا، وهو يعني بيتكلم. فالموضوع مش احترافي نهائي، موضوع مش بروفيشنال خالص. ما ينفعش ان مسؤول يقول الكلام ده. وبصراحة يعني أنا لما عرفت إن في عندنا مسؤولين في البنوك بعقلية زي ديت، أنا أقلق على البنوك. يعني أنت بتقول البنوك ناجحة بصراحة بعقلية زي ديت، لا، أنا واثق إن البنوك ما ينفعش تنجح بعقلية زي دي أبدا. واثق إن لو استمرت عقلية زي ديت في البنوك، إن أنا كده اخاف على مستقبل البنوك من العقليات اللي زي حضرتك يعني. فما ينفعش ان في حد يكون ماسك بنك ويكون بيفكر بالطريقة ديت، او يكون اسلوب تعامله بالطريقة ديت. لازم يكون انسان مسؤول، لازم يكون انسان بيعرف يتكلم، لازم يكون انسان بيعرف امتى يقول الكلام وازاي يقوله وبيحترم الاخر. طب انا دلوقتي في اهلاويه كتير اعضاء في البنك الاهلي، دول ممكن يعملوا ايه؟ او مشتركين في البنك الاهلي وليهم حسابات، ممكن يعملوا ايه دول لما يعرفوا ان في واحد مسؤول في البنك الاهلي بيقول عليهم كده؟ موضوع صعب جدا بصراحة، كلام ما ينفعش يتقال. انا كنت والله هطلع ادافع عنه واعذره لو هو كان اتسجل له غصب عنه، لو هو كان قاعد في قعدة مثلا مع صحابه، لو هو قاعد على القهوة، لو هو قاعد في البيت، لو هو قاعد حاجة غير رسمية. انما ده طلع يا جماعة، ده زي شبه مؤتمر صحفي، صحفيين وناس واقفين وبيسجلوا وماسكين الموبايلات والتسجيلات وعمالين بيسجلوا قدامه، وهو بيلقي بتصريحات وبيسألوه عن أسئلة اقتصادية. فبصراحة يعني ما طلعش ان هو يعني حاجات عفوية او كده. فطبعا النادي الاهلي اول ما انتشر الفيديو دوت قدم بلاغات وشكاوي لخمس جهات. ونزل بيان ان هو يشكو نائب رئيس البنك الاهلي الى وزير الماليه، ووزير التعليم، ووزير الشباب والرياضه، والى محافظ البنك المركزي، والى النائب العام. لخمس جهات بعت لهم شكاوي ضد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي. طبعا عشان التصريحات ديت اللي هي لا تصح ان هي تصدر من انسان مسؤول نهائي يعني. ف يعني انا اقبلها من صديق بيهزر او بيحفل عادي وارد عليه، انما ما اقبلهاش من مسؤول شبه تصريحات شبه رسمية منه يعني.
ما ينفعش ما ينفعش. فطبعا بعد الشكاوي والدنيا اللي اتقلبت عليه، طلع كتب على الاكونت الشخصي بتاعه على الفيسبوك ان ديت مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين. كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، مع التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي. واضح ان انت ما تعودتش على كده في حياتك، ان انت تستهزأ وتسخر بالطريقة ديت، وعقلية يعني لا تصلح ان هي تدير حياتها عشان تدير بنك يعني، وحياة ناس تانيين واموال ناس تانيين. ما ينفعش بصراحة هذا. وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من قام بالتسجيل والنشر دون اذن. ازاي دون اذن؟ انت عارف ان في ناس بتسجل لك، تمام، وعارف ان الاحاديث بتاعتك دي هتنتشر، وان هي هتتنشر على النت وعلى السوشيال ميديا. يعني ما اعتقدش ان ما كانش عارف. ما مش المفروض يعني هقول لك لو سمحت انا هنشر الكلام اللي انت قلته في المؤتمر الصحفي؟ يعني المفروض ان انت عارف ان ده هيتنشر يعني. فما اعتقدش ان البلاغ ده هيجيب نتيجة. هو بس يعني ان هو يعني انا مظلوم وانا ما كانش قصدي وكده، حيث أنني لم أقصد الإساءة إلى جماهير الأهلي الغافرة. ما تقصدش الإساءة، ما أنت كنت تقصد إيه؟ تقصد إيه؟ هزار؟ يعني ما تكون دي عقلية بيفكر بالطريقة دي. التعليم البايظ أنتج لنا أهلاوية كتير. معلش يعني لا مؤاخذة، لو في تعليم بايظ يبقى أول حاجة إنتاج ليها يبقى حضرتك. لا مؤاخذة يعني، اعذرني في الكلام دوت. دي أقل حاجة أقدر أقولها لك. وانا متاسف جدا لكل الاهلاويه وجمهور الاهلي وللشعب المصري وكل اللي اتعلموا في مصر والتعليم المصري. كلنا اتعلمنا في مصر وتعلمنا في المدارس المصريه وكلنا اتخرجنا، ومنهم دكاتره ومهندسين وناس كبار جدا. فانا بتاسف لهم شخصيا بصراحه عن تصريحات غير مسؤوله زي دي. كفايه كده بصراحه كلام عن الراجل دوت، ما يستحقش نتكلم عليه اكتر من كده. مش عايز اطول في الموضوع دوت لانه موضوع بيضايق يعني. نخش على قائمة منتخب مصر الثاني اللي اعلنها الكابتن حلمي طولان على تشارك في كأس العرب ان شاء الله باذن الله. حراسة المرمى مع علي لطفي وعواد ومحمد بسام. عندنا في خط الدفاع هادي رياض والونش وياسين مرعي ورجب نبيل واحمد هاني وكريم العراقي ويحيى زكريا وكريم فؤاد. خط النص عندنا النني والسولية وأكرم توفيق وغنم محمد وقفشة وإسلام عيسى ومصطفى شلبي ومصطفى سعد ميسي وميدو جابر. في الهجوم عندنا شريف وحسام حسن وأحمد عاطف قطة. تمام. في قايمة كويسة طبعا. استبعد فايد، عمر فايد اللي كان واخده في المعسكر الأخير. يعني واخد بداله مدافعين تانيين كويسين، الونش وياسين مرعي ورجب نبيل وهادي رياض. فهم دول المدافعين اللي استقر عليهم. واستبعد عمر فايد. هنشوف دلوقتي في حاجة بصراحة مش عجباني خالص، ان ناس بتصنف المنتخبات. منتخب حلمي طولان ان ده منتخب الزمالك، ومنتخب حسام حسن ده منتخب الاهلي، وان حسام حسن بيتحيز لعيبه الاهلي، والناس الاهلاويه يقول لك حلمي طولان بيتحيز لعيبه الزمالك. الكلام ده مش موجود بالمره، وما ينفعش نتكلم فيه اصلا يا جماعه. يعني عيب ان احنا نتكلم. ده منتخب مصر، ده لمصر كلها. واكيد حسام حسن مش عايز يفشل مثلا عشان يستبعد ويستقصد لعيبه الزمالك، واكيد برضه حلمي طولان مش عايز يفشل وهيستبعد لعيبه الاهلي. ففي ناس بتقول لك اصل منتخب حلمي طولان ده كويس علشان هو حلمي طولان ما بياخدش لعيبه من الاهلي، فطالما بقى المنتخب ده ما فيهوش لعيبه من الاهلي يبقى ده هينجح. انما حسام حسن ده يعني بياخد لعيبه كتير من الاهلي، فالمنتخب ده ايه عشان كده منتخب فاشل وما بيلعبش كويس لان هو بياخد اللعيبه بتوع الاهلي اكتر. الكلام ده مش صحيح بالمره. دي قائمه كابتن حلمي طولان، فيها كام لعيب من الزمالك؟ 2 لعيبه من الزمالك في القائمه كلها. ال 23 لعيب واخد منهم بس 2 من الزمالك فقط لا غير. واخد كام لعيب من الاهلي؟ واخد 4 لعيبه من الاهلي. واخد 4 لعيبه طبعا ده ما حسبتش بقى اللي هم ايه، اللعيبه اللي اكس اهلي زي السوليه وزي اكرم توفيق والكلام ده. لعيبه اكس اهلي كلهم يعني محسوبين على النادي الاهلي، ولكن هم مش بيلعبوا دلوقتي في النادي الاهلي. اللي بيلعبوا دلوقتي في النادي الاهلي وهو واخدهم 4 لعيبه من الزمالك 2 بس. ادي كابتن حلمي طولان. تمام. انما هنشوف بقى المنتخب بتاع حسام حسن كان فيه 6 لعيبه من الزمالك.
6 لعيبه اللي بيقولوا عليه منتخب الاهلي، وده بيقولوا عليه منتخب الزمالك. منتخب الزمالك فيه 2 لعيبه، والمنتخب بتاع حسام حسن كان فيه 6 لعيبه في المعسكر الاخير من الزمالك. فطبعا كده مش عارف مين اللي مضطهد بقى الزمالك. يعني حسام حسن يبقى مضطهد ازاي الزمالك وهو واخد منهم لعيبه اكتر من حلمي طولان 3 اضعاف. فدوت قائمة المنتخب إن شاء الله بالتوفيق، نتمنى لهم التوفيق. بطولة قوية جدا جدا جدا. معانا منتخب الإمارات، 3/4 ما كانش 80% منه مجنسين أو أكتر. معانا منتخب الأردن قوي جدا جدا جدا، ودخل في كأس العالم، صعد من أوائل المنتخبات اللي صعدت كأس العالم. معاهم اللي هو النعيمات، ده لعيب قوي وجامد جدا. فبطولة قوية فيها منتخبات كلها قوية بتشارك كلهم بالقوام الأساسي. الأردن هيشارك بالقوام الأساسي، السعودية مشاركة بالقوام الأساسي، الإمارات مشاركة بالقوام كل دول آسيا تقريبا مشاركة بالقوام الأساسي، وبعض دول أفريقيا اللي مشاركة في البطولة ولكن ما تأهلتش لكأس أفريقيا مشاركين بالقوام الأساسي. اللي مشاركين بالمنتخب الثاني هم مصر وتونس والمغرب والجزائر، بس هم دول اللي مشاركين بالمنتخب الثاني. عندنا المغرب كمان أعلنت قائمتها، واخدين معاهم اشرف بن شرقي من الاهلي، واخدين بنتايج من الزمالك، واخدين الكارتي من البيراميدز. طبعا وليد ازارو لاعب الاهلي السابق موجود في قائمه منتخب المغرب، هنتفرج عليه في كاس العرب. عندي تشوق بقالي كتير ما شفتوش، شوف مستواه دلوقتي وصل لفين. ولكن شهدت القائمه مفاجاه باستبعاد محمد الشيبي. يعني استبعاد محمد الشيبي لعيب مهم وقوي جدا، فحاجه من اتنين: يا اما محمد الشيبي هيشترك في كاس افريقيا ووليد الركراكي هياخده معاه، يا اما ان معاه لعيبه تانية اقوى من محمد الشيبي. فانا ممكن يكون منتخب المغرب عندهم لعيبه تانية اقوى من محمد الشيبي في الباك رايت. ده احتمال وارد، فهنشوف. لو هو وليد ركراكي خده يبقى علشان كده ما راحش في المنتخب التاني. اما منتخب تونس برضو منتخب قوي جدا، المنتخب التاني بتاعهم واخدين علي معلول من الصفاقسي، واخدين فرجاني ساسي طبعا عارفينه، واخدين محمد علي بن رمضان من الاهلي. ولكن تم استبعاد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، ما راحش مع المنتخب ده. واحتمال كبير برضو ما يروحش مع منتخب تونس الاول. طبعا قائمة قوية جدا ولاعيبة قوية جدا في منتخب المغرب ومنتخب تونس. وقلنا الأردن معاهم زكي النعيمات دوت، والإمارات معاهم 8 لعيبة في التيم الأساسي مجنسين على الأقل. فبطولة قوية جدا جدا، نتمنى التوفيق. وشفنا مستوى العراق برضو كان قوي، والسعودية وقطر بطولة قوية جدا، نتمنى التوفيق فيها للكابتن حلمي طولان إن شاء الله بإذن الله. واللعيبة اللي رايحة كلها رايحة عشان عايزة تثبت نفسها، وعايزة تقول إحنا موجودين وإن إحنا نستاهل نبقى في المنتخب الأول، وعندهم روح كويسة جدا. بالتوفيق ليهم كلهم إن شاء الله بإذن الله. في برضو أقيمت قرعة الملحق العالمي لكأس العالم. الملحق العالمي دوت فيه 6 فرق. ال6 فرق دول هيتقسموا لطريقين، 3 هنا و3 هنا. تمام. ال3 الأولانيين أو الطريق الأولاني هيبقى عبارة عن كاليدونيا الجديدة أو نيو كاليدونيا. نيو كاليدونيا هتلاعب جامايكا. نيو كاليدونيا هتلاعب جامايكا. الاتنين دول اللي هيكسب منهم يطلع يلاعب الكونغو. نيو كاليدونيا وجامايكا اللي هيكسب منهم يطلع يلاعب الكونغو. تمام. اللي يكسب بقى من الكسبان والكونغو يوصل كاس العالم. الطريق التاني، ال3 فرق التانيين: بوليفيا هتلاعب سورينام. بوليفيا هتلاعب سورينام، الكسبان منهم يطلع يلاعب العراق. تمام. الكسبان من بوليفيا وسورينام هيلاعب العراق، والكسبان يوصل كاس العالم. بكل التوفيق لمنتخب العراق. اتوقع العراق والكونغو يقدروا يكسبوا الفرق دي بكل سهوله ان شاء الله باذن الله. توفيق لمنتخب العراق الشقيق، منتخب عربي شقيق وقوي. كمان البطوله ديت هتتلعب في مارس القادم ان شاء الله باذن الله، هي والملحق الاوروبي. والعراق برضه هيشارك بكل النجوم بتاعته في كاس العرب ان شاء الله. تمام. الملحق الأوروبي بقى هيبقى هيصعد منه 4 فرق لكأس العالم. هيصعد 4 فرق زيادة من أوروبا في الملحق دوت لكأس العالم إن شاء الله بإذن الله. ال4 فرق دول كل فرقة هتلعب ماتشين، ففي 16 فرقة. 16 فرقة أوروبية بيتنافسوا على 4 مقاعد، اتقسموا ل4 مجموعات. 4 مجموعات. تمام. المجموعة الأولى: إيطاليا
هتلاعب ايرلندا الشماليه، ايطاليا هتلاعب ايرلندا الشماليه، والناحيه الثانيه عندنا ويلز والبوسنه والهرسك. ويلز والبوسنه والهرسك الفائز منهم هيلاعب الفائز من ايطاليا وايرلندا الشماليه، تمام؟ واللي هيكسب يطلع كاس العالم. بولندا هتلاعب البانيا، الناحيه الثانيه اوكرانيا والسويد، يبقى هنا اوكرانيا والسويد، وهنا بولندا والبانيا. الكسبان من هنا يلاعب الكسبان من هنا ويصعد كاس العالم. تركيا هتلاعب رومانيا، تركيا هتلاعب رومانيا، وهناك سلوفاكيا وكوسوفو، الكسبان من سلوفاكيا وكوسوفو هيلاعب الكسبان من تركيا ورومانيا، واللي يكسب منهم يوصل كاس العالم. الدنمارك هتلاعب مقدونيا، الدنمارك هتلاعب مقدونيا، والكسبان منهم هيلاعب الكسبان من التشيك وجمهورية ايرلندا او ايرلندا الجنوبية. يبقى الكسبان من ايرلندا الجنوبية والتشيك هيلاعب الكسبان من مقدونيا والدنمارك، والكسبان منهم يوصل كاس العالم. وكده يبقى فاضل 6 فرق، 4 من اوروبا يوصلوا كاس العالم زائد 2 من الملحق العالمي يوصلوا كاس العالم، ويكتمل عقد كاس العالم في شهر مارس القادم ان شاء الله باذن الله. قرعه كاس العالم هتبقى يوم 5 ديسمبر. 5 ديسمبر اتقسمت خلاص الفرق واتصنفت. مصر في التصنيف الثالث ان شاء الله باذن الله. نتمنى التوفيق ومصر تقع في مجموعة سهلة. دي كانت كل حلقتنا النهاردة وأخبارنا، نتمنى تكون عجبتكم. وإن شاء الله بإذن الله نلتقي مع أخبار جديدة. مش عايز أطول عليكم بقى، كفاية كده. الحلقة الجاية نكمل بقية أخبارنا إن شاء الله بإذن الله. إلى اللقاء.